السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا كده اسمع جرامر يونت 6. كان بيتكلم في حاجة اسمها relative clauses، ضمائر الوصل. ضمائر الوصل دي اصلا محتاجين نحطها ليه في الجملة، لانها معناها الذي او التي، هي بتوصل جملتين. وطالما معناها الذي او التي، معناها بالعربي اللي، يعني ده الراجل اللي ماشي هناك، ده البنت اللي لابسة طرحة، وهكذا. كلمة اللي هي الذي والتي. طب ضمائر الوصل دي بتشتغل ازاي، او بتيجي في الاسئله ازاي، وبنتعامل معاها ازاي؟ باشا انت بتبص على اللي قبلها وبتبص على اللي بعدها. لو بنتكلم مثلا في العاقل، فانت عندك ثلاث اختيارات: يا اما هو، يا اما هم، يا اما ذات. بس ركز بقى، امتى ده وامتى ده وامتى ده. باشا بقول لك لو قبل النقط عاقل بعد النقط فعل تقول لي هو او ذات. لو قبل النقط عاقل بعد النقط فاعل وفعل هتقول لي الثلاثه: هو او ذات او هم. طب لو عاقل وحرف جر عائد على الكلام، هم بس. طيب انا عندي حاجه اسمها غير العاقل. غير العاقل دي بقول لك ان هي يا اما ويتش يا اما ذات. طب لو قبل النقط غير عاقل بعد النقط فعل تقول لي ويتش وذات. قبل النقط غير عاقل بعد النقط فاعل وفعل تقول لي ويتش وذات. قبل النقط غير عاقل وحرف جر ويتش بس. باشا لما باجي اكلمك في حاجه اسمها الوقت تقول لي ثلاث حاجات: يا اما وين، يا اما ويتش، يا اما ذات. لو قبل النقط وقت وبعد النقط فعل تقول لي وين او ذات. طب قبل النقط وقت بعد النقط فعل وفعل تقول لي وين او ويتش او ذات. طب وقت وحرف جر ويتش بس. باشا في المكان عايزك تبقى واخد بالك من حاجه، والحاجه دي مهمه قوي. اولا انا في المكان عندي ثلاث ضمائر وصل، اللي هي وير وويتش وذات. طيب المكان ده لو انا بعمل فيه حدث او نشاط هتقول لي وير وذات. المكان ده لو انا بوصفه او بديك معلومه عنه هتقول لي ويتش وذات. طب ولو لقيت مكان وحرف جر بالله عليك ما تنسى. طب يا باشا انا كده زدت معايا في كل ضمائر الوصل. هي ملهاش كده قاعدة لوحدها؟ يعني ما فاهم. قال لك ان ذات في ثلاث حالات لازم تيجي ذات، لازم تحط ذات. لو قبلها عاقل وغير عاقل مع بعض. يعني ايه عاقل وغير عاقل؟ يعني لقيت اسم عاقل واسم غير عاقل مع بعض في نفس الجملة قبل النقط حط ذات. دي اول حالة. طب تاني حالة، لو مع صفة التفضيل اللي هي بتيجي مع التفضيل. ايه التفضيل؟ زي قصير اي اس تي وذا موست وذا ليست. طب تالت حالة مع شوية كلمات: some و any و all. only the only few many و much. some any all. only the only few many و much. اول لما تشوف قبل النقط كلمة من دول لازم تحط ذات. اخر ملحوظة معايا في الدرس ده بقول لك حاجة اسمها حالات حذف ضمائر الوصل. من اهم الملحوظات اللي في الدرس ده. طيب انا بقول لك دلوقتي حالات حذف ضمائر الوصل بتتعامل معاها ازاي. باشا انت لو لقيت الجمله مبني للمعلوم ومش لاقي حاجه تنفع خالص حط اي ان جي. تاني، انت جربت كل ضمير او كل اختيار عندك ما لقيتوش ينفع، ولقيت الجمله مبني للمعلوم اي ان جي. طب يا مستر ده انا دورت وما لقيتش ولقيت الجمله مبني للمجهول، حط بي في. مبني للمعلوم اي ان جي، مبني للمجهول يبقى بي في. طب يا مستر ده انا لقيت كل واحده ما تنفعش، بس لقيت اعداد ترتيبيه في الجمله: the first the second the third. قال لك حط تو مصدر. يبقى اقول لك القاعده كده بسرعه: مبني للمعلوم اي ان جي، مبني للمجهول يبقى ببي اعداد ترتيبيه تو المصدر. وده يا حباب قلب اخوكم كان ملخص جرامر يونت 6. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. اعمل لايك وشير، خلي الكل يستفاد. في رعايه الله.